السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم ورب تكونوا بخير. موسم جديد، دوري جديد، بداية موسم كروي جديد. هنتكلم النهاردة إن شاء الله عن بداية الموسم اللي بدأ يوم الجمعة، اللي هو امبارح أو أول امبارح عشان عدينا الساعة 12. وهنتكلم طبعا عن الزمالك وعن ماتش الزمالك، وهحكي لكم تجربتي الشخصية إن أنا كنت حاضر الماتش في الاستاد كأول مباراة للزمالك في الدوري. وهحكي بصراحة عن موقف الزمالك والموقف اللي احنا كلنا كجمهور كزملكاوية قلقانين منه، وفي رأيي ايه اللي ممكن يعني اللي اتمنى ان يحصل واللي اتمنى انه يتم ان شاء الله. هنبتدي نتكلم النهاردة ان شاء الله عن البدايات دي كلها مع بعض بإذن الله. مبدئيا الدوري بدأ يوم الجمعة، وفي ماتش الزمالك كنت موجود في الاستاد يوميها، وعاوز اقول كان حضور جماهيري. اكيد كل الناس اللي اتفرجت سواء في الاستاد او شافت في التلفزيون حضور جماهيري كبير جدا. انا عاوز اقول ان يعني حضور جماهيري مش من القاهره بس كالمعتاد. يعني انا عاوز اقول انا جاي من مسافه اكتر من 120 كيلو، وفوجئت ان ناس كتير جدا معايا، وفي السكه وفي الطريق ناس كتير جدا، رجاله شباب اطفال سيدات عائلات، كله مسافر، جايين كلهم يتفرجوا، عاملين ترحالات، سواء ترحالات منظمة او سواء مسافرين بعربياتهم الخاصة او مسافرين بوسائل مواصلات متفرقين. كله رايح يشجع الزمالك، وكله رايح يعني يحتفل ببداية الموسم الكروي مع الزمالك، وبالاخص ان الزمالك هو بطل الدوري الموسم اللي فات. ولو ان البدايه فيها مشاكل فتره الاعداد، وطبعا احنا عارفين الظروف اللي حصلت ودي اللي هنتكلم فيها. والبدايه كانت تخوف شويه، الظروف اللي حصل فيها الزمالك، ظروف وقف القيد، وبعدين تاخير بدايه فتره الاعداد، وتاخير تعيين المدير الفني او الاعتماد تاني على الكابتن معتمد جمال. وفي نفس الوقت ان في لعيبه ما بداتش فتره الاعداد، ولاعيبه مهمه جدا زي عبد الله السعيد وشيكوبانزا واخوان بزيرة اللي لسه لغايه دلوقتي موقفه مبهم، وشكلها كده الله اعلم. يعني ممكن يكون صعب انه يكمل او هيكمل، او هو نفسه اللعيب هربان، اللعيب لغايه دلوقتي من الظاهر. وطبعا لعيب زي حسام عبد المجيد اللي مشي من الفريق. هنتكلم الاول بقى واحده واحده كده. اللي زي ما بحكي لكم كده كان المنظر كده، كان منظر كرنفالي كده، كله في اتجاه استاد القاهره. الطريق كله سواء بقى في الطريق او جوه القاهره نفسها لغايه الاستاد. وطبعا المدرجات اللي هي بتاعت الزمالك اللي هي مسموح ليها، والساعه المسموح ليها تقريبا كانت كملت بالكامل للزمالك، والجمهور كله كان رايح في احتفاليه كبيره جدا. طبعا اتقابل الفريق مقابله كبيره جدا، حصل زي 3 دخلات. حصل تيفو الاولاني اللي هو بتاع الطياره والدوري شفناه، وبعدين الثاني بتاع رقم 1 الدخله الثانيه، وبعدين الدخله الثالثه. وكان منظر كرنفالي جميل جدا 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 للزمالك. هنتكلم بقى عن المباراه وعن الماتش وعن اللي انا شفته. طبعا الزمالك احنا مش هنضحك على بعض، الزمالك في موقف صعب جدا. انت عندك دلوقتي ظروف صعبة جدا، وعندك اسوأ ظروف ممكن يعدي عليها فريق. فبالطبيعي انك انت لما يبقى عندك اسوأ ظروف وبتتعامل مع الظرف السيء، لازم تتعامل معاه باقصى درجات العمل واقصى درجات الاستعداد. للاسف احنا ما عملناش كده، وهقول المشكلة كانت فين بالظبط. انا في رأيي الشخصي احنا ما عملناش كده، وللاسف كانت النتيجة اللي شفناها في الملعب. هقول بس اللي شفته في الملعب، وبعدين بقى نرجع بقى ايه للي المفروض كان ايه اللي يتم وايه المشكله. طيب وممكن نتداركها ازاي؟ بنتناقش مع بعض، لو في اي حد يكتب لي في التعليقات يعني في رايه ممكن نتدارك ازاي. المهم الماتش بدأ في الشوط الاول. طبعا بقى مش هنقول تشكيل ولا نقول ماتش كوره كتحليل، اظن الناس كلها شبعت من الموضوع ده. في الواضح في الملعب ان فريق الاتحاد نازل هايب جدا الموقف، وهايب جدا الجمهور. فريق الاتحاد على فكره فريق قعد يمكن اول فريق بدا فتره اعداد، والزمالك اخر فريق بدا فتره اعداد، لان برضو فريق الاتحاد اغلبيه القوام كله جاي لسه جديد للفريق. فطبعا مفيش انسجام قوي جدا، رغم ان هم لعبوا ماتشات اعداد وبادئين من اول شهر 7 تقريبا، من 5/7 من 5 يوليو يعني بادئين فتره الاعداد بتاعتهم. بس اللعيبه كانت هايبه، والشوط الاولاني كان ممكن الزمالك يحرز هدفين 3 على اقل تقدير، ولكن كان في يعني اضاعه فرص، ما كانش فيه
وهقول بقى بسبب ايه. ما كانش فيه استغلال جيد للفرص، استغلال جيد لحاله الارتباك الكبيره جدا اللي كان فيها فريق الاتحاد السكندري. والحاله دي اتعلمناها وخدنا عليها في الكوره، انك انت بتخاف اول ما تبدا تضيع، واول ما بتبدا تكون انت اللي في ايديك السيطره وما تعرفش تستغل السيطره، ممكن الماتش يقلب. وياما لينا في الحاجات دي امثله كتير، وياما خدنا يعني حصل لنا مواقف للزمالك كبيره جدا قبل كده في الموضوع. المهم خلص الشوط الاول على كده، نزل الشوط الثاني، بدا الاتحاد يتجرأ ويبقى عنده الجرأه اكتر، والزمالك في نفس الوقت برضه سيطره اكتر طبعا للزمالك، بس الاتحاد بدا يلعب وجات له فرصتين او 3 فرص على المرمى، منهم يعني فرصتين في فرصه واحده وفرصه ثانيه، دول كانوا فرص قريبين جدا للتسجيل الاتحاد السكندري. في المقابل جت كوره شيكو بانزا لما نزل الكوره ردت، بقى هو منفرد بينه وبين الحارس اقل من خطوه، حطها في رجل الحارس، يعني كانت هدف مؤكد ديت وانتهى الشوط وانتهت المباراه بالتعادل. ليه بقى المشاكل؟ بقى هنبدا نتكلم عن المشاكل. الملاحظ ان اللعيبه بسبب قله فتره الاعداد، اللعيبه اوزان زايده كبيره جدا، باينه جدا جدا، مش على لعيب بس، ومش هقول اسامي لعيب، لا على لعيبه كتير جدا، هقول لعيبه كويسه، وباين ان اللعيبه مش جاهزه بدنيا، مش جاهزه فنيا طبعا. وعندنا كمان مشاكل كمان في السكواد، وعندنا مشاكل تانية في الانسجام بين اللعيبه وبعضيها. فالموضوع كان فيه مشاكل، يعني مشاكل مركبه في الفريق. انا هحكي على اللعيبه الجاهزين واللعيبه اللي كانوا كويسين جدا اللي عجبوني. محمد شحاته، وهقول ليه وليها اسبابها، لان محمد شحاته كان بادئ قبل فتره الاعداد، كان هو بيجهز قبليها، دي بقى فرق العقليه. محمد شحاته كان كويس جدا، عدي الدباغ كان كويس جدا، عمر جابر وخد رجل المباراه كان كويس جدا، بنتايك ومحمود الونش، دول كانوا كويسين. طبعا بقيه الفريق كان خارج الخدمه. وطبعا مهدي سليمان صد كوره من الفرص بتوع الاتحاد، كانت ممكن تبقى هدف اكيد يعني، وكان جاهز وكان مع المنتخب في كاس العالم، وكان باين عليه الجاهزيه. طبعا احنا ما اتكلمناش في الاول كمان ان احنا خسرنا حسام عبد المجيد، فخلاص فبقى عندنا الدفاع، احنا ما بقاش عندنا غير الونش ومحمد اسماعيل، وزناري رجع لنا تاني من الاعاره. دول الاعتماد الاساسي، مش بتكلم بقى على اللعيبه اللي لسه متصعده واللعيبه الجديده. فده الموقف اللي احنا شفناه في الملعب. شفنا بقى اوزان كبيره جدا، اوزان تقيله، بسبب ان فتره الاعداد. خلي بالكم ان الموسم خلص من تقريبا في اخر 5 او 20/5 خلصنا الموسم. اللعيبه قعدت اكتر من 75 يوم، ودي فتره كبيره جدا بدون راحه سلبيه، واللعيبه قاعده براحتها. فالمفروض علشان يرجعوا معاهم فتره اعداد كبيره جدا، لان اول مره تبقى الاجازه كبيره قوي كده بالمنظر ده. فللاسف بدانا فتره اعداد متاخره جدا، فكانت النتيجه اللي احنا شايفينها، اللعيبه مش قادره تجيب نفسها في الملعب، اللعيبه مش قادره خالص. وديت بقى مشكله، يعني اللي انا بتمناه من ربنا ان ربنا يعديها على خير الفتره اللي جايه، المباريات اللي جايه اللي هنلعبها الفتره اللي جايه تحاول تطلع منها باقل الخسائر وباعلى مكاسب، لغايه ما يحصل اول توقف وتبدا الفرقه تجهز قوي. طب هنتكلم بقى عن المشاكل اللي وقعنا فيها وليه فتره الاعداد اتاخرت. فتره الاعداد اتاخرت، شفنا احنا المد والجذب ما بين المدير الرياضي السابق جون ادوارد والاداره، وفين المستحقات، فين بقيه المستحقات. ودي بصراحه يعني اول مره اشوف الزمالك اكبر من كده خالص. حتى ايا كان ممكن تفهم، انما الزمالك ما يتعاقبش وجمهور الزمالك ما يتعاقبش ان تبدا فتره الاعداد ويبقى منظر فريق بالمنظر ده. احنا يمكن اخر فريق مش في مصر، يمكن اخر فريق في العالم بدا فتره اعداد، يعني حاجه في منتهى السوء. طبعا هو غلطان، وغلطان غلط كبير جدا، والزمالك ما يتساومش، ومش الزمالك اللي اتعامل معاه الكلام ده، يعني مش الزمالك ولا جمهور الزمالك ولا نادي باسم الزمالك ولا كان باسم الزمالك اتعامل معاه الكلام ده. انت في الاول وفي الاخر مدير رياضي، بس ما يحصلش اللي حصل ده. ولكن الاداره عليها عيب كبير جدا جدا جدا. الاداره في اللي انا في رايي الشخصي، لو الامور زي ما هي كده ظاهره لنا وواضحه لنا وكده، كان لازم يمشي المدير الرياضي، بس كان لازم يمشي بدري، كان لازم حتى لو عاوز تمشيه لازم تاخد القرار بدري، وتكون مجهز بديله وبادئ فتره اعدادك بدري. دايما القرار الصح لو جه في توقيت متاخر او توقيت غلط بقى قرار خطا، وده اللي حصل. والايادي المرتعشه
وان احنا نبقى هاديين قوي كده في القرار ونتاخر في قرارنا بتكون نتيجته الفشل. وانت دلوقتي كمان مع احترامي الكابتن معتمد جمال، على فكره بحبه جدا على المستوى الشخصي، ومن اللعيبه اللي كانت هتبقى من احسن اللعيبه في تاريخ افريقيا مش في تاريخ مصر لو كان كمل ولولا الاصابات اللي حصلت. وراجل مدرب مجتهد وما نسالوش الدوري السنه اللي فاتت وما نسالوش تحمل المسؤوليه في ظرف صعب جدا. بس احنا الفتره ديت بالسكواد ده بالصعوبه اللي عندنا ديت محتاجه من الاخر كده برضه مش مدرب مصري، مع احترامنا لكل المدربين المصريين، محتاجه مدرب اجنبي ذو مواصفات خاصه، ان مش يبقى مدرب بيعرف يعالج المشاكل الفنيه وبيعرف يستخدم يطلع احسن انتاج من اقل جوده. ده اللي احنا محتاجينه، يعني مش محتاجين مدرب اللي عاوز تجيب له لعيبه جاهزه ويقدر يكاتشن عليه، لا احنا عاوزين المدرب اللي يقدر يطور واللي يقدر يوظف واللي يقدر زي جوزفالدو فريرا قبل كده وزي جوميز كانوا بيعرفوا يشتغلوا بكده. فريرا لو نفتكر رجع الدنيا كانت بايظه، اتغلب ماتشين ورا بعض، انبي وطلائع الجيش، كان وكسب اسوان بالعافيه في الكاس، وكان عنده مشاكل كبيره جدا في الفريق، وكان عنده طارق حامد وابو جبل في مشاكل بعد ما رجعوا من المنتخب وكده. طب خلاص على جنب، محمد عبد الغني لعبه ديفندر لو تفتكروا ساعتها، وغير الطريقه خلاها 3-4-3 وخلى حمزه المسلوسي بيلعب سرد باك ثالث، وبدا يلعب على كده وبدا يلعب الامور على كده ويظبط الدنيا على كده، وظبط الفريق واحده واحده. الفريق من فاكرها بدا يلعبها من ماتش اسوان في الكاس، بدا الفريق واحده واحده ويحفظ الفريق الطريقه. الفريق كسب كل ماتشاته وكسب الدوري وكسب الكاس وعمل موسم اعجازي، وكان عندنا وقفه كود زي ده. طبعا برضو جوميز لما جه نفس القصه برضو، وعرف يوظف وعرف يعمل. احنا عاوزين نوعيه من المدربين دي، واظن ان في مدربين كانت جاهزه طالما عندك مشكله انك انت عندك بطوله افريقيا ودي تهمني جدا، وعلى فكره مش بعيده، بس عاوزه تظبط الدنيا. حتى الكابتن معتمد جامد، يعني الراجل حتى امبارح في تصريحاته الكابتن معتمد اصلا يعني اتحسم موقفه متاخر ومسك الفرقه متاخر، وانا خايف الفتره اللي جايه دي كمان يبدا يحصل اصابات عضليه ويحصل مشاكل كتير جدا. فدي القصه ديت بتاعت الاداره وجون ادوارد واللعيبه. طبعا اللعيبه اللي تمردت واللعيبه اللي اتاخرت فتره الاعداد ديت لازم يكون ليها حساب عسير، حتى لو مش هنشوفها خالص في الملعب، مش هيبقى اسوأ من اللي احنا بنشوفه. من الاخر قلنا تاني اهوت، ما ينفعش يبقى فيه يد مرتعشه في التعامل مع لعيب ولا مع اي حد في المنظومه. حتى مدير رياضي، لما انت كان مدير رياضي او مدير رياضي بيشتغل من خلالك من خلال المجلس، فكان لازم يبقى في حسب في الموضوع ده. طيب هنتكلم بقى عن ايه اتمناه يحصل الفتره الجايه. اتمنى ان الفتره الجايه يحصل، يعني نحاول نكسب على قد ما نقدر الماتشات اللي باقيه، هم 4 ماتشات لغايه اول وبعدين هنلعب ماتشات افريقيا دور مع بطل جيبوتي، دول 64 ماتشين هيتلعبوا هنا في القاهره، وبعد كده هنبدا هيحصل فتره التوقف عشان الاجنده الدوليه ومنتخب مصر. ونتمنى بقى من الله ان يحصل في الفتره ديت ان يحصل تطوير للاداء وتطوير الفريق، والفريق لو محتاج او الجهاز الفني محتاج دعم كمان مع كابتن معتمد، يا ريت يبقى في دعم، سواء بقى محللين اداء، سواء مدرب زياده معاه يكون مدرب ليه خبره اكتر، بحيث ان الجهاز يبقى اتقل من كده شويه. احنا شفنا الجهاز السنه اللي فاتت كان اتقل رغم ان السكواد كان احسن، وكان في فتره اعداد معموله في البدايه، وكان في لعيبه وما كانش في ايقاف قيد. هنشوف ايه اللي هيحصل الفتره اللي جايه، وان شاء الله نتقابل مع بعض على خير. والنهارده يعني ما رضيتش، يعني اعتبر بس برضه طولنا شويه في الكلام، بس طبعا كان لازم نتكلم على المواقف اللي حصلت. وبرضه احنا ورا الزمالك واحنا مع الزمالك، وماتش البنك الاهلي كل الناس ان شاء الله هنلاقيها برضه الاستاد مليان كده، والكوره في ملعب اللعيبه ومنظومه الزمالك كلها. الجمهور عامل اللي عليه، وان شاء الله الجمهور يعمل اللي عليه واللعيبه تعمل اللي عليها وكله يعمل اللي عليه ان شاء الله. وايه يعني نقطتين مفيش مشاكل خالص بنقطتين، ما هو الدوري طويل جدا، بس المهم في اللي جاي، والمهم ان انا احاول بقدر الامكان ان انا الم نقطي واكسب مبارياتي واحسم مبارياتي من الاول. كانت مباراه الاتحاد كنا ممكن نطلع الشوط الاول 3-0 وكان الموضوع انتهى خالص، وكان الموضوع كمان ممكن يفتح في نتيجه اكبر من كده. يلا اسيبكم على خير ان شاء الله، ونتقابل بقى في فيديو جديد ان شاء الله في مواضيع جديده باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.